السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد غياب، ومعانا شرح الأكسس جديد في السوق المصري. الأكسس اسمه LG كيبورد 6000. دي صورة الأكسس عامة، ده شكله زي ما احنا شايفين. أكسس شكله شيك وظريف وحلو. الأكسس بيجي معانا باتنين أنتن، يعني 300 ميجا. في 4 فتحات لان وفتحة وان، زي ما احنا شايفين كده في الصورة. السوفت الاصلي اللي بينزل بيه الجهاز هو ده السوفت الاصلي، سوفت كوري. طبعا محدش فينا بيفهم حاجه في الكوري، فاحنا عدلناه لسوفت توميتو. السوفت ده اقوى في كل حاجه، في الاشاره وفي البرمجه وفي كل حاجه، وبيدعم حاجات كتير دلوقتي هنشوفها مع بعض. الاكسس معانا لما بيفتح معانا على السوفت الجديد، بيفتح معانا ب 192 168 واحد واحد. اليوزر بيكون ادمن. احنا هنخرج بس عشان ندخل تاني على الاكسس. لوج اوت. لما بنعمل 192 168 واحد، هيقول لي اليوزر ادمن والباسورد ادمن، وبعد كده ندخل على الجهاز. دي الصفحة الرئيسية بتاع الجهاز بتاعنا. في شوية معلومات كده، زي السيستم، اسم الجهاز، موديل الجهاز، اسم السوفت وموديل الجهاز. الشباية بتاعتنا برضو كوم، طبعا حاجة عالية. والسي بي يو بتاعي، البروسيسور بتاعي 500 ميجا هرتز. الفلاشة بتاعتي فلاش ميموري 16 ميجا. الوقت بتاع الجهاز والسي بي يو، اللود بتاع السي بي يو، والميموري، اللود بتاع الميموري استخدم منها قد ايه. طبعا الرامات بتاع الجهاز 64 ميجا. الوان، الماركة بتاعتها، الكونكشن بتاعي نوع ايه، دي اتش سي بي ولا برود باند ولا ايه. برضو عندي الوايرلس هنا. آه الوايرلس برضو الماركة بتاعتي، الوايرلس مود، اكسس بوينت ولا كلاينت ولا ريبيتر. معايا الانترفيس ستيتس اب، هو شغال اصلا ولا معمول ديسيبل ولا ايه نظامه. التشانل اللي احنا شغالين عليها، عرض الموجة 20 ولا 40. برضو معانا هنا اللان، برضو نفس النظام. دي اتش سي بي، النقط دي اتش سي بي مفتوح على اللان ولا لا. الاي بي بتاع الراوتر بتاعي، الاكسس بتاعي. هنا برضو الستيتس بتاعت الايثرنت بتاع البورتات بتاعتي، ايه اللي واصل معايا وايه اللي مش شغال. يعني انا موصل في الجهاز بالكابل في البورت رقم 2، هو ده اللي منور معايا هنا، والباقي كله اكس، معناه ان انا مش موصل عليه اي حاجه. ده كده الصفحه الرئيسيه بتاع الجهاز. برضو عندي حاجات هنا في التولز فوق. لما نضغط على التولز كده عندي حاجه اسمها بنج، لو انا عايز ابنج على موقع معين. آه تراك، لو انا عايز اعمل تراكنج لاي بي معين، اعرف هو فتح اي بيات ايه واشتغل على ايه. برضو عندي هنا الباندوس، بيقول لي كل كارت معايا، كل بورت معايا في البورتات بتاعتي ساحب قد ايه، زي ما احنا شايفين ار اكس في اكس. ريسيف بتاعه والترانسميت بتاعه. كل بورت من البورتات بتاعتي ليها ليه مونيتورنج للباندوس المسحوب منه. طبعا هنا الباندوس بقى بتاعي بشوفه ريال تايم، يعني دلوقتي في اخر 24 ساعة. يومي، اسبوعي، شهري، على حسب ما انت عايز. دلوقتي كل حاجة بتطلع لك هنا قدامك زي ما احنا شايفين كده. اي بي ترافيك، برضو نفس النظام، الاي بي سحب قد ايه. اي بي معين، انا لو عايز ابحث على اي بي معين سحب قد ايه الاي بي. سيت الاي بي ترافيك. السيستم عندي هنا فوق بيديني اسم الجهاز، ومعايا هنا السي بي يو بتاعي، الحمل بتاع السي بي يو، اللود بتاعه. الرام مسحوب منها قد ايه دلوقتي، مستهلك منها قد ايه. الوان صح، لو هي شغاله او صاحبه ايباد بتديها لي هنا، مفيش خلاص. طبعا ريبوت، ريستارت الجهاز، شت داون قفل الجهاز، لوج اوت ان انت تخرج من الصفحه اللي انت فيها دي، تعمل لوج اوت من السيستم. طيب بعد كده معانا صفحه الديفايس ليست، مين اللي شغال معايا دلوقتي وصاحب اي بي كام. يعني انا دلوقتي ده الماك بتاع الجهاز بتاعي، وانا ساحب 1.5. لو جينا نشوف هنا، انا بس ديسكونكت الوايرلس. بص هنا، جبنا الديتيلز، هنلاقي الماكة بتاعتي 53 51 هي الماكة اللي واخدة اي بي 192.168.1.5. دي كده تمام. يعني دي كلها اختصارات سريعة بس للجهاز واللي مسحوب منه ايه. طيب بعد كده بقى ندخل على البرمجة بتاعتنا. انا عايز ابرمج الجهاز استقبال. هنبرمجه دلوقتي. انا واحد عندي وايرلس، انا بوزع وايرلس على تردد 2 و4، وعايز استقبل بالجهاز بتاعي ده. هعمل ايه؟
هقول لك يا سيدي، احنا هنيجي هنا في الوان تايب هنخليها disable، ده بالنسبة للاستقبال، وهنا disable برضو. وهنيجي هنا في الوايرلس المود بتاعي، هخليه وايرلس ايثرنت بريدج، دي وايرلس ايثرنت بريدج. وهنيجي هنا الوايرلس نتورك مود زي ما احنا عايزين بقى، على حسب ما انت شبكت، انت شغال على نظام بي، على نظام جي بي جي، ان براحتك انت. انا هخليها اوتو. وهاجي هنا عرض الموجة بتاعتك برضو، انت شغال على 20 ولا شغال على 40؟ انا مش عارف شبكتي شغال على 20 او 40، هقوم رايح سايبها مثلا الاول على 20، وهنقول له سكان، وشوف انا شبكتي طلعت فيهم ولا ما طلعتش. اه شبكتي طلعت اهي، راجع. طيب اسم الشبكة بتاعتي SERAG، SERAG ده اسم الشبكة بتاعي. آه زي ما احنا شايفين اسم الشبكة بتاعتي سراج ده. هجيب اسم الشبكة هكتبه في الاس اس اي دي، SERAG، SERAG. آه هاجي هنا اخليها اوتوماتيك، واسم الشبكة اخترناه. طب لو انا شبكت بباسورد، هختار هنا نوع التشفير اللي انا شغال بيه، مثلا وليكن ال WPA، وهحط الباسورد بتاعي هنا. بس انا الشبكة بتاعتي مفيش عليها باسورد، فهخليها ديسيبل. بعد كده هنقول له سيف، ونستنى لحد ما توصل معانا. احنا مستنيين دلوقتي، بيعمل ستارت. يعني الستيتس تاني. تمام، هو كده ربط معايا على الشبكة. اسم الشبكة بتاعتي سراج، على شغال على الشانل رقم 1. عرض الشبكة بتاعتي 20، عرض الموجة 20، ينقل لحد 130 ميجا. قوة الإشارة والنويز على الإشارة والسيجنال كواليتي بتاعتي. طيب نشوف كده إذا كان رابط معانا ولا لأ. نخليه يسحب أوتوماتيك بقى. لأ، لحظة واحدة، احنا المفروض إن احنا هنوقف DHCP بتاعي أول. DHCP هنا نوقفها عشان نسحب من الشبكة بتاعتي أنا. يبقى هنيجي هنا الأول برضو، هنا في اللان، على النتورك، وهنجيب اللان DHCP، نشيل من عليها علامة الصح عشان تبقى ديسيبل. ممكن نغير برضو اي بي الجهاز، نخليه 100 عشان لو انا عندي راوترات تانية واخدة نفس الاي بي، فممكن مثلا هنخليه 101 او اي رقم انت عايزه. وبعد كده ننزل نقول له سيف. هو دلوقتي هيغير للاي بي الجديد اللي هو 100.1. اتاكد بس ان هو غير ولا لا. نعمل بنج عليه. كده تمام، بند معايا. نفتح كده نشوف هيفتح معايا ولا لا. تمام. ادمن، ادمن. تمام، هو كده رابط معايا على الشبكة والدنيا تمام معايا. طيب نشوف بقى يسحب معايا من الشبكة ولا لأ. كده اوتوماتيك. شوف هيسحب ايباد ولا لأ. كده تمام، سحب معايا ايباد الشبكة دلوقتي، ومستني ان انا ادخل. هنشوف دلوقتي. تمام، كده سحب معايا في الشبكة بتاعتي اهو. هنقول مثلا دلوقتي عايزني ادخل ادمن، نجرب النت بقى عليه. تمام تمام، سحب معايا نت واشتغل تمام اهو. نجيب مثلا يوتيوب. كده الجهاز متبرمج معايا ان هو يستقبل وايرلس على تردد 2.4، وهينزل لي بسلك لحد العميل تحت. طيب انا اشتغلت وايرلس دلوقتي، طب انا عايز اشغله ريبيتر، ان انا اخد منه سلك، اخد منه وايرلس واوزع منه سلك وايرلس تاني. كل اللي هنعمله، هنيجي هنا في جهاز تاني وهننزل على advanced setting advanced، وهنلاقي عندنا حاجه اسمها virtual wireless. هنضغط عليها ونستنى ما تحمل معايا.
اه مش هيفتح معايا عشان انا واخد رينج تاني غير رينج الايبيهات بتاعته، فانا هرجع تاني الايبيهات. واحد تسعة اتنين واحد تمانية تمانية رقم. كده فتح معايا. زي ما قلنا نيجي على advanced setting virtual wireless. وهنعمل اضافة وايرلس جديدة، هنخليها مثلا WL01 ده، ونختار ونخليها enabled، هنعلم فيها عشان تبقى enabled. وهنخلي اسم الشبكة مثلا وليكن LG، هنسمي الشبكة LG. والنوع بتاع المود بتاعي access point، ونخليها بريتش على اللان، على اللان، ونقول له add. طيب هو دلوقتي دخل معايا اهو واضاف للشبكة. وبيسألني لو انا عايز اعمل لها باسورد او لا. ممكن مثلا نعمل لها باسورد مثلا وليكن مثلا 4 وحيد 4 4، ونجرب. بيعمل سيتنج تحت، هنستنى لما يعمل ستارت نشوف الشبكة هتظهر معايا هنا ولا لأ. تمام ظهرت معايا هنا. طيب نشوف شغالة معايا ولا لأ. كده أنا هفصل معايا، هفصل اللان وهشتغل وايرلس على الجهاز. كده أنا فصلت اللان مفصولة. وهنبتدي نعمل كونكت على الاسم اللي عاملينه دلوقتي. كنا عاملين الباسورد 4 1 2 3 4 وأربع أربعات 1 2 3. تمام كده عامل كونكت معايا دلوقتي على الوايرلس بتاعتي. لو انا عملت دلوقتي ادي كده تمام وفتح معايا النت كل حاجه تمام. كده النت شغال معايا على ال جي، شغال معايا على ال جي زي ما احنا شايفين كونكتد، وشغال معايا كمان على الاكسس ال جي. يبقى كده احنا اتعلمنا دلوقتي ازاي نبرمج الجهاز استقبال زي ما قلنا، وازاي نرجع نبرمجه يعمل لنا ريبيتر على الشبكة بتاعتي. يبقى استقبال وريبيتر دلوقتي. طيب هنرجع نعيد الخطوات تاني مع بعض. نرجع نعيد الخطوات تاني. اول حاجة عشان اعمل استقبال بضيف النتورك في البيزك سيتنج نتورك. هنا بخلي الوان طبعا راحت معايا عشان عملتها ديسيبل، فبنزل بعمل في الوان ديسيبل، وباجي هنا على الوايرلس بتاعتي بخلي الوايرلس ايثرنت بريدج، وايرلس ايثرنت بريدج. الوايرلس مود نتورك مود نخليها اوتوماتيك. الاس اس اي دي بحط اسم شبكتي. التشانل بسيبها زي ما هي. طيب انا لو عايز اشغل احنا شايفين هنا الشانلات بتاعتي اخرها كام 11. طيب الناس اللي شغاله على الدوله اللي هي اليابان وشغالين على القناه 14 والكلام ده ازاي يغيروا من هنا؟ هنيجي على ادفانسد سيتنج وهنيجي على وايرلس، وهاجي هنا اغير الدوله بتاعتي من امريكا لليابان. كده اليابان بتاعتي بقول له سيف يا عم الحاج. كده سيف. نروح بقى تاني كده ونشوف القنوات بتاعتي لسه اخرها 12 ولا بقت 14. دلوقتي القناة بتاعتي الشانل بتاعتي طلعنا للقناة 14 دلوقتي زي ما احنا شايفين عشان انا غيرت الدولة لليابان. يبقى عرفنا هنغير الدولة من ال advanced setting wireless. بجيب الدولة بتاعتي الكونتري او الريجن بتاعتي بخليها يابان او على حسب الدولة اللي انت شغال بيها. وعرفنا ازاي هنشغله يعمل لنا وايرلس باسم تاني اللي هو وضع الريبيتر في الادفانسد برضه ادفانسد سيتنج على الفيرتشوال وايرلس. ونعمل اضافه تانية، ممكن نعمل شبكه تانية وتالتة كمان. يعني انا لسه معايا دلوقتي شبكتين كمان دلوقتي. ممكن اعمل وايرلس باسم بثلاث اسامي. يبقى كأن انا عندي 3 شبكات وكلهم على نفس الشبكه بتاعتي. يعني انا ممكن وايرلس تاني دلوقتي هنعمل له اد ونقول له تفعيل ونسميه ال جي 2 مثلا، الوضع بتاعه وايرلس.
وناخدها على البريتش مود على الكارت بتاع اللان. هنسيبها مفتوحة، هنسيبها مفتوحة. والوايرلس 3 برضو هنخليه ال جي 3 اكسس بوينت برضو، ونخليها على اللان 0. ونقول له وبرضو نسيبها مفتوحة. وهننزل هنا نسيب ونشوف هل فعلا هيظهر معايا التلات شبكات دول. على فكرة دي برضو ظاهرة معايا، بس عشان الشبكة بتاعتي موجودة في نفس النطاق فالاتنين هيطلعوا باسم واحد. الاتنين هيطلعوا باسم واحد. يعني انا لو فصلت دي هيطلع لي ان في شبكة الاسم هنا برضو دي بتاعت ال جي. فمعنى كده ان انا معايا 4 شبكات بنفس باسامي مختلفة. طيب هنتأكد ونشوف فعلا طلع معايا الاسامي دي ولا لا في الوايرلس. تمام، انا معايا اسراج اهو، واحد ال جي. ال جي هنا برضه في الوايرلس هتعمل كونكت معاها وتشتغل. طيب شلنا السلك، شلنا كده. احنا عرفنا ازاي نشغل الجهاز استقبال، وازاي نعمل ريبيتر، وازاي نعمل اكتر من اسم للشبكة. طيب بالنسبة للناس اللي شغالة بتقول طيب أنا شغال، أنا ما عنديش استقبال وأنا عايز أشغل الجهاز جوه البيت عندي، بس مش أكتر من كده. أنا واحد آه مستخدم عادي، مش صاحب شبكة في البيت، جايب راوتر وعايز أخد منه وصلة على الجهاز وخلاص، وصلة سلك. إيه اللي أنا شغاله معايا دلوقتي؟ ال- اللي هو وضع، هنعمل وضع أكسس بوينت. نيجي على النتورك بتاعتنا، نتورك، ونختار الوضع بتاعنا هنا اكسس بوينت. اكسس بوينت. طب شرح سريع كده للاوضاع دي. اكسس بوينت انا بشغل الجهاز دلوقتي بوضع اكسس بوينت ارسال بس. انا كده دلوقتي اكسس بوينت اللي انا واقف عليها دي ارسال بس. اللي تحت هنا اكسس بوينت دبليو دي اس. لو انا هعمله ريبيتر على جهاز مثلا زي البوليت او زي البيكو، ان انا احط الماكات في بعض اللي هي اكسس بوينت هنا. باجي اخد الماكه بتاعه البيكو عشان يظهر لي الماكات اللي تحت الجهاز، عشان هعمله ريبيتر على جهاز تاني بيكو او بوليت، وعايزه يظهر لي ايه الماكات اللي تحت الجهاز. فانا بعمل له وضع اكسس بوينت دبليو دي اس، وباخد الماكه بتاعت البيكو او البوليت بحطها هنا، وبرضه باخد الماكه بتاعت الجهاز ده بحطها في البيكو او البوليت بتاعي. ده وضع الاكسس بوينت دبليو دي اس، زي وضع الريبيتر بالظبط. طيب يبقى كده احنا اكسس بوينت عادي، توزيع عادي. اكسس بوينت هنعمله ريبيتر على بيكو او بوليت، وهيعمل لي ان يظهر لي الماكات، وباخد الماك بتاع ده بحطه في البيكو، وماك البيكو او البوليت بحطه في الجهاز ده. دبليو دي اس ان انا هربط شبكتين ببعض بس. دبليو دي اس هربط شبكتين ببعض، ويظهر لي الماكات اللي بين الشبكتين. طيب اكسس بوينت ده بالنسبه بقى للناس اللي عايزه تشغل جوه البيت، سواء بقى مستخدم عادي او صاحب شبكه وهيشغله جوه البيت بس، فانت هتشغله على وضع اكسس بوينت. الوايرلس مود براحتك، عايز تختار وضع معين او تسيبه اوتو مفيش مشكله. انا عن نفسي سايبه اوتو. اس اس اي دي هيبقى اسم الشبكه اللي هتظهر للناس، وليكن مثلا هنسميها اكس واي زد مثلا. اسم الشبكه بتاعتي ده. عرض الموجة بتاعتي عايزها 20 ولا 40. انا هفضل تكون 20. السكيورتي لو انا واخد من راوتر مباشر مش على سيرفرات او كده وصفحة هوت سبوت هتطلع للناس، فانا بختار له سكيورتي زي بيرسونال ولا 2 بيرسون. واحط الباسورد بتاعي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 ايا يكن. ده الباسورد بتاعي. كده الجهاز بقى معايا ان هو بيشتغل اكسس بوينت عادي خالص، مش استقبال، اكسس بوينت جوه بيت. هنروح هنا برضو للادفانسد، كل بقى نمسح الشبكات اللي كنا عاملينها.